فمش معنى ان انت ما عندكش دليل ان دي اساطير، ان دي كانت حاجات خرافات. هو زي ما بيقولوا كده ايه، مفيش دخان من غير نار. طب مش لما نقرا كويس ونفهم هم كاتبين ايه، نبتدي نعرف هو اساطير ولا مش اساطير، هو بجد ولا خيال. طب لما يكون الكلام ده بيتفق معانا في حاجات كتيرة قوي كدين، يعني لما نلاقي نقوش بتقول ان في صلاة موجودة وفي زكاة وفي كتابات موجودة، الزكاة ان الناس تعامل بعض كويس، والصيام والصلاة والحج، ودي ربنا حتى قال لنا ايه، ان يعني مذكورة مكة وبكة. ده بكة دي موجودة في اللغة المصرية القديمة. طب ما هم ممكن كانوا بيتكلموا عربي اصلا، والخط ده احنا اللي بنترجمه بفكرنا، اللي هو جاي من الاجانب اصلا، اللي هم ما بيفهموش لا في لغتنا ولا فاهمين هو اصلا كان مكتوب ايه، فمترجموا لنا غلط. ممكن هم كانوا بينطقوا عربي فعلا. طب نقول حاجة تانية،